النهارده عيد ميلاد كريم. تعالوا نرسم كريم. كريم النهارده عيد ميلاده ال 12. عشان كده هو كان مبسوط جدا، مش عارف ليه، بس هو قرر ان السنه دي هيكون مبسوط. قرر ان هو هيلبس احسن حاجه عنده في الدولاب، التيشيرت الجديده. هو حاطط ايديه ورا ظهره، محدش يفتكر ان ايديه كده اهو، اللي مرسوم عليها خطوط هو بيحبها. وقرر ان هو هيلبس الشورت الجديد والجزمه الجديده اللي بالرباط اللي هو بيحبه. كريم كان بيحب حاجات معينه كده. وقرر ان هو هيزين البيت. جاب زينه وقعد يوضب في البيت، وعلق بلالين، وكريم كان مبسوط جدا ان هو عيد ميلاده. كريم قرر ان هو يوم عيد ميلاده الصبح هيكلم كل اصحابه اللي يعرفهم علشان يعزمهم. كل اصحابه طبعا عرفوا النهارده عيد ميلاد كريم، علشان كده ساره جابت قبل ما تروح لكريم هديه كبيره جدا وطويله جدا، ملفوفه بشكل حلو جدا. وشريف جاب هديه شكلها غريب جدا في كيس، مش عارفين ايه الكيس ده، برضو ملفوفه بشكل حلو جدا. اما ساره فكانت جايبه هديه صغيره بس شكلها انها فيها حاجه يعني مختلفه عن بقيه الحاجات، وملفوفه برضو بشكل مختلف، وشكله كده بيقول ان هو جواه مفاجاه. وبيتر كان جايب هديه كانت رفيعه جدا، يمكن تكون شمعه، لسه مش عارفين، برضو ملفوفه. الساعة 7 بالظبط الجرس رن وكل الأصحاب جم لبيت كريم. كل واحد دخل معاه الهدية بتاعته، اللي جايب هدية كبيرة واللي جايب هدية صغيرة واللي جايب هدية شكلها غريب واللي جايب هدية رفيعة واللي جايب هدايا. كل الناس جم وابتدوا ان هم اول ما دخلوا من الباب ابتدوا يفتحوا لبعض الهدايا وابتدوا يتفرجوا. وايه دي طلعت شمعة، احنا ما كناش فاهمين انها شمعة. وايه دي طلعت كورة هاند بول. وايه دي طلعت كذا. وايه دي طلعت كذا. كلهم قعدوا يلعبوا بالهدايا اللي هم جابوها ونسيوا كريم اللي هو صاحب عيد الميلاد. كريم اتضايق جدا وقعد يفكر مع نفسه، الله، ده عيد ميلادي انا مش عيد ميلادكم انتوا، وانا اللي عازمكم في بيتي وانتوا جايين تلعبوا بلعب اللي انتوا جبتوها ليا. دي حاجة غريبة جدا. اللي عايز اقوله لكم ان الموضوع ده بيحصل كل سنه، مش كل سنه طبعا كريم بيعزم اصحابه ويكتشف ان هم جايين يلعبوا، لا، كل سنه احنا بنيجي في الكريسماس وبنجيب هدايا وبنجيب لبس وبنجيب حاجات ومش بنتكلم مع صاحب عيد الميلاد اللي هو يسوع، مش بنشكره حتى ان هو اتولد علشاننا، مش بنشكره ان هو جه للارض، مش بنشكره ان هو جه ومات وقام علشاننا، بس بنقعد نهتم بالهدايا. اللي عايزين نقوله النهارده، ما تنساش صاحب عيد الميلاد، اهتم بالهدايا، بس الأهم من الهدايا صاحب عيد الميلاد.